الإمام الصادق يقول له السدير الصيرفي، يقول له يا سدير أتزور الحسين في كل يوم؟ قال له لا والله سيدي مو كل يوم. قال له في كل أسبوع؟ قال لا. قال له في كل شهر؟ قال لا. قال له في كل سنة؟ قال له نعم في كل سنة. قال ما أجفأكم بالحسين، وإعجافي أنت بالحسين. هذا ينبغي أن تزوره صباح مساء، يعني هالنبع ينبغي أن توقف عليه وترتوي من عطائه. هذا مو مال سنة تخلي سنة، هذا جفاء. زين، شنو الهدف من وراء هذا؟ شو الهدف؟ أني أنا هالخطوات اللي أخطوها وأروح أوقف مثلا وأقرأ ليش كم كلمة وأرجع؟ لا، لأن الحسين عطاء، أروح أستلهم هذا العطاء. لأن الحسين مدرسة، أروح أستلهم من مدرسته. لأن وقوفي عليه يجسد مجموعة من الأهداف. هذا هو الهدف الواقع من الزيارة. طيب، فحاولوا أولا إفراغ محتوى الزيارة من محتواها وحدة، وثانيا يعني أرادوا هدمها معنويا وأرادوا هدمها ماديا.